اول حاجه الراجل بيفكر فيها هي الصمت العقابي. ليه؟ بص انا هلطش لطش براحتك. ماشي. اللي بيفكر في الصمت العقابي ده انسان ناقص. صح. اللي بيفكر يوجع الشخص اللي قدامه ده انسان ناقص، عنده مشاكل محتاج ان هو يروح يعالجها الاول، عايز يتعالج نفسيا اصلا قبل ما يروح يرتبط، لان ده شخص يفتقد الحكمه، يفتقد الرجوله، يفتقد النضج، سواء ست بتعمل كده او راجل بيعمل كده، هو يفتقد الحاجات دي كلها. لان مفيش انسان بيحب انسان ومعاه في علاقه يمارس عليه الصمت العقابي، لان مفيش انسان بيحب انسان ومعاه في علاقه يمارس عليه الصمت العقابي. وكتر الكلام ده قوي. قال يعني انت كده لما تسكت وما تتكلمش انت كده بتحل المشكله فعلا. انت بتشيل الشخص اكتر واكتر واكتر. واقول لك على حاجه، ورصيدك بيقل. حتى لو انا بحبك والله بموت فيك، لما انت تعمل دي رصيدك عندي بيقل. صح. لكن هي مش شطاره، الناس بتفكرها شطاره، اصلا بعلمه الادب. رصيده بيقل لسبب، لان انا بحس ان انا مش غاليه عنده. انت فاهم؟ مش من اولوياته، انا مش من اولوياته. نعم. في موضوع الصمت